انت عارف يا صديقي ان احمد حلمي قبل سنة 2007 حمادة، وبعد سنة 2007 حمادة تانية خالص. اصل حلمي قدر ينجح بكام فيلم اكتر من اي كوميديان في جيله، وفي نفس الوقت برضه ليه افلام تعتبر هي الافشل كافلام كوميدي في مصر. ومن هنا خلينا نرتب افضل 5 افلام لاحمد حلمي واسوأ 5 افلام لاحمد حلمي او افشل 5 افلام لاحمد حلمي، طبعا من الاقل للاكثر. احكي لك. رقم 5 في قائمة أفضل 5 أفلام لأحمد حلمي هيكون الفيلم اللي نزل سنة 2011، وهو فيلم إكس لارج. فيلم إكس لارج تقدر تقول عليه إنه كاركتر متاخد من أعمال كتيرة جدا غربية، منهم مثلا مسلسل فريندز اللي تقريبا من وجهة نظري من أول الأعمال التلفزيونية اللي يظهر فيها شخصية التخين بالشكل ده. والكاركتر ده اتعمل بعد كده بأكتر من صيغة كوميدية في أكتر من عمل أجنبي، لحد ما احنا أخدناه في فيلم إكس لارج واتعمل بالشكل المبهر ده. كوميديا فيلم إكس لارج أو الأعمال الشبيهة بإكس لارج تقدر تقول انها ضامنه نجاح الكوميديا بتاعتها، ضامنه الضحك مع الناس، لان الكاركتر مواصفاته نفسها قادره تضحك اي حد يتفرج على الفيلم. فبالتالي الجهد هنا مش هيكون كبير قوي في الكتابه، لان اي جمله مهما كانت بسيطه لو جيت خليت الكاركتر التخين ده هو اللي يقولها بطريقه احمد حلمي كمان لازم هتضحكك. ده غير كمان عامل العاطفه التراجيدي اللي ظهر في اخر الفيلم اللي هيخليك تتعاطف جدا مع الشخصيه، خصوصا كمان بعد تحول الشخصيه بسبب العزيمه وانها خست في اخر الفيلم. فبالتالي هنا انت مشاعرك فضلت تتحرك مع الشخصيه بتقلبات مراحلها. ففيلم اكس لارج هو الفيلم الذكي في بنائه، ذكي في الاعتماد على الكاركتر اللي ضامن نجاحه، وفي نفس الوقت على الكتابه اللي خلت مشاعرك معاها بتتغير على حسب الظروف اللي بتحصل للبطل نفسه. ده غير طبعا الفنان القدير ابراهيم نصر اللي موهبته عاليه قوي اللي ضافت كتير للفيلم. رقم 4 هو فيلم الف مبروك اللي نزل سنه 2009. ألف مبروك القصة نفسها ما هياش جديدة، القصة دي كانت رواية قديمة جدا، بعد كده اتعملت أفلام كتيرة منها أفلام أمريكية ناجحة جدا لنفس الرواية. وهي فكرة إن في واحد يومه بيتعاد بنفس التفاصيل بالظبط لليوم، وكل القصص اللي اتعملت أفلام لنفس الرواية كل واحدة فيهم لعبت على نفس الفكرة، وهي إن البطل هيحاول يغير من أحداث اليوم في استغلالها أو الهروب منها. إنما إحنا لو رحنا للفيلم ورحنا لأحمد حلمي هقولك إن ده أكتر فيلم جريء لأحمد حلمي في إظهار موهبته. أحمد حلمي شال الفيلم لوحده حرفيا، لان ما كانش فيه حد جنب احمد حلمي معروف اساسا في الفيلم، حتى محمد فراج اللي كان في الفيلم اياميها ما كانش حد يعرفه. وده تاني فيلم اقدر اقول لك ان فكره القصه نفسها كانت ضمن نجاحها، لان زي ما قلت لك ما فيش فيلم ولا مسلسل ولا ايا كان ايه اتعمل في بلاد تانية والفكره دي ما نجحتش معاهم. فبالتالي الكتابه هنا كانت سهله شويه على الكتاب لان الفكره العبقريه نفسها موجوده، ولكن بقى كتابه المواقف الكوميديه وكتابه السيناريو والحوار هو اللي عمل فارق كبير للفيلم، وهو اللي خلاه من وجهة نظري من اهم افلام احمد حلمي. لان المره دي كمان احنا كنا بنختلف عن جميع الاعمال الغربيه اللي اتقدمت، لان احنا حطينا جواها مضمون اقوى من كل اللي اتقدم قبل كده، وهي من الافضل ان تكون غائبا حاضر على ان تكون حاضرا غائب. رقم 3 هو الفيلم اللي نزل سنه 2007 واللي كان يعتبر بالنسبه لي هو نقله لاحمد حلمي في ادائه التمثيلي، لان قبل 2007 حماده وبعد 2007 حماده تانية، وهو فيلم كده رضا اللي كان يعتبر اول اداء تمثيلي يحترم بجد من احمد حلمي من وجهه نظري، مش بس عشان عمل لك 3 شخصيات وقدر يخليك تفصلهم عن بعض، ده كمان لاجل مجهود الكبير اللي قدر احمد حلمي يقدمه بانواع الكوميديا المختلفه لكل شخصيه. فيلم كده رضا هو الفيلم اللي جه احمد حلمي فيه وقدر يقول انا بعرف امثل، الفيلم اللي عرف فيه يفرض عضلاته كلها ويأكد للناس وللنقاد انه بجد موهوب وعنده موهبة اسمها التمثيل والاداء، وانه مش بس قادر يعمل شخصيات في افلام كتيرة، ده قادر يعمل لك اكتر من شخصية في نفس الفيلم كمان وبنفس الاسم. فانا بالنسبة لي وبيني وبينكم قبل فيلم كده رضا ما كانش احمد حلمي هو الفنان اللي ممكن اقول انا لازم ادخل له الفيلم، ولكن بعد الفيلم ده بالتحديد الحكاية اتغيرت تماما، وبقى كل فيلم لازم اخش لاحمد حلمي لحد فترة معينة وهي انتهاء عظمة احمد حلمي في السينما خلاص. رقم 2 وهو الفيلم اللي لازم يتحط في قائمة افضل افلام حلمي اكيد، وهو فيلم عسل اسود. برغم ان انا شايف ان القصة نفسها خبيثة شوية وان الكتابة ثعبانية حبتين، الا ان مجهود احمد حلمي وكتابة القصة نفسها بجد اتكتب على اكمل وجه. فيلم عسل اسود المفروض ان بطله اساسا كان هيكون عمر الشريف، وان احمد حلمي كان هيقوم بدور السائق اللي قام بيه لطفي لبيب، وطبعا الادوار كانت هتبقى اكبر حجما بكتير من كده، يعني البطولة كانت هتبقى مقسومة بين 2، ما بين عمر الشريف اللي رجع من السفر وما بين احمد حلمي سواق الميكروباص. ولكن لما الفكرة بتتغير تماما واحمد حلمي
بيكون هو بطل الفيلم القصة نفسها بتتغير شوية، ومن هنا يبدأ المجهود الكبير اللي عمله أحمد حلمي عشان يقدر يطلع لك الشخصية دي زي ما هي. منها مثلا إن أحمد حلمي ما بيعرفش ينطق كلمتين إنجليزي على بعض، فقعد يتعلم فترة كبيرة قوي إزاي ينطق الكلمات اللي مكتوبة، إزاي يقولها بنطقها الأمريكي صح قدام الكاميرا عشان يبقى شكله راجع بجد من أمريكا بعد 20 سنة. ولأن القصة كانت مصرية 100% بتفاصيلها كلنا حبينا الفيلم. ولكن برضو ما ننساش إن اسم الفيلم هو عسل اسود، فما تخليش الفيلم في الاخر يوصلك لمرحلة انك ترضى باللي انت فيه عشان مصر فيها حاجة حلوة، لان الفيلم كان المفروض في بدايته جاي يقول لك لازم تغير من الوضع الحالي، الا انه في نهاية الفيلم قال لك ارضى بالوضع الحالي لان مصر فيها حاجة حلوة ما تقدرش تبعد عنها. رقم 1 وافضل فيلم في تاريخ احمد حلمي لحد النهاردة من وجهة نظري هو فيلم اسف على الازعاج. ومش هقول لك هو الافضل عشان هو افضل فيلم كوميدي احمد حلمي عمله، بالعكس ده يمكن اقل فيلم فيه جرعه كوميديا من احمد حلمي، ولكن احمد حلمي قدر يمثل في الفيلم ده غير اي فيلم تاني. احمد حلمي قدر يثبت في الفيلم ده ان تركيبته الفنيه معقده جدا وقادره تطلع تعقيدها ده في فن لا يعقل. انت هتقعد تتفرج عليه وانت مذهول ان ده احمد حلمي اللي بيمثل. احمد حلمي قادر يعمل نوع من انواع الفن مفيش غيره يقدر يقدمه، وشخصيه حسن هي اصعب شخصيه قدمها احمد حلمي من وجهه نظري، الشخصيه المريضه نفسيا والمركبه لاقصى درجه. احمد حلمي قدر يعمل لك تحولات للشخصيه دي معرفش يعملها في ولا فيلم بعد كده، وكانت نقطه التحول الفاصله بين مرحله ومرحله بتكون عبقريه اكتر من الاول. اذا كان المشهد اللي كان فيه نقطه تحول مع والدته وهو بيقول لها اسكتي، او المشهد بعد كده مع حبيبته فريده اللي بيقول لها مش عايز ابقى لوحدي، لحد المشهد والمرحله الاخيره التحول الشخصيه وهو خلاص بيودع والده لانه عرف انه مريض، وبيودع والده لانه عارف انه مش هيشوفه تاني. احمد حلمي قدم في فيلم اسف على الازعاج شخصيه مش هقول لك من اصعب الشخصيات اللي هو قدمها، ده شخصيه من اصعب الشخصيات اللي اتقدمت في الالفيه الجديده كلها. ولكن ايه هم بقى اسوأ 5 افلام لاحمد حلمي وليه هم الاسوأ فعلا؟ رقم 5 في قائمة أسوأ أفلام أحمد حلمي أو أفشل أفلام لأحمد حلمي، وهو الأقل فشلا أو الأقل سوءا لأجل وجود حسن حسني في الفيلم الله يرحمه، وهو فيلم على جثتي اللي نزل سنة 2013. فيلم على جثتي أنت ممكن تقول إن الفكرة تعتبر كويسة برغم إنها متاخدة برضه من أفلام تانية، ولكن أخطاء التصوير في الفيلم ده سخيفة لدرجة تخليك ما انتش قادر تركز في أحداث الفيلم نفسه. يعني عندك مثلا مشهد من المشاهد هتلاقي إن حسن حسني وأحمد حلمي اللي المفروض إنهم أرواح ليهم انعكاس على الإزاز في الشمس. يعني أنا مش هكلمك في فكرة الظل بتاعهم اللي على الحيطة أو اللي على الأرض، لأن ممكن يكون صعب على مخرجين كتير إنهم يقدروا يجيبوا زاوية تصوير تمحي الحكاية دي، ولكن ليه أخلي إن في انعكاس ليهم في المرايات وانعكاس ليهم على الازاز؟ ولكن لان كتابه القصه كان هدفها نبيل والفيلم كان مكتوب كويس فعلا، وكمان وجود حسن حسني في الفيلم كان عامل حاله من الكوميديا بجد افتقدناها النهارده من كوميديا حسن حسني، يفضل الفيلم ده من وجهه نظري هو اقل فيلم وحاشه من افلام احمد حلمي. رقم 4 هو فيلم خيال مآتة اللي نزل سنه 2019. في الحقيقه فكره الفيلم نفسها ضمن نجاحها لان القصص دي بتنجح معنا احنا كعرب جدا، ولكن اللي يوقع الفيلم ده من وجهه نظري واللي يخليك مش متقبله اساسا هو ان احمد حلمي عمل دور حفيد وعمل دور الجد، وفي الحقيقه ملامح العجز كانت باينه على الاثنين. يمكن انت دور الجد هتشوف ان ده مكياج، ولكن دور الحفيد هتشوف العجز ده انه حقيقي على احمد حلمي. عامل العمر بالنسبه لاحمد حلمي كان اكبر كارثه في الفيلم ده، لانك مش هتخليك تتقبل الكوميديا بتاعته في الفيلم ولا هتخليك تتقبل فكره القصه نفسها، لانك شايف احمد حلمي بنفس عمر جده تقريبا او بنفس الملامح كمان. ده غير كمان ان كتابه الكوميديا في الفيلم كانت ضعيفه قوي، وكاننا رجعنا لسنه 2001 في كتابه المواقف الكوميديه كمان. فاكرين الموقف اللي دخلوا عليه في المحل علشان يبيعوا له نظاره وفجاه لقى ان المحل كله اتسرق؟ اهو الموقف ده ممكن نجيبه في فيلم سنه 2001 ونصدق ان الموقف ده جديد، انما لما يجي سنه 2019 يبقى دي كتابه قديمه جدا للمواقف الكوميديه. رقم 3 وهو فيلم صنع في مصر، تقدر تقول ان فكرته برضه متاخده من افلام اجنبيه كتير، منها مثلا فيلم تيد. ولكن الفيلم ده احنا كمتفرجين ممكن نحكم عليه من ناحيتين. الناحيه الاولانيه وهو ان الفيلم ده معمول للاطفال بس وموجه للاطفال 100%، وساعتها هيبقى فيه مشكله في الفيلم، وهي فكره ان الفيلم يحتوي على مواقف كتير كوميديه تعتبر للكبار فقط، فما ينفعش انت تقول عليه انه فيلم للاطفال. انما لو الفيلم ده معمول لجمهور عام فبالتالي الفيلم ده من اضعف الافلام اللي اتكتبت لاحمد حلمي. لان هقول لك هنا ان احمد حلمي الانسان في الفيلم ما كانش بيمثل، لان المفروض انه دبدوب، فمش هتلاقي فيه رياكشنات كتيره عليه، وكان التمثيل كله تقريبا هو تمثيل اداء صوتي من الدبدوب
اللي احمد حلمي كان بيعمل له فويس اوفر، فبالتالي الفيلم ككتابه ما كانش فيه الجرعه الكوميديه الكبيره اللي تخليك تتفرج على الفيلم وتضحك، ولا في القصه اللي تخليك تقعد تتفرج عشان القصه نهايتها عبقريه في الاخر. فالفيلم بالنسبه لي يعتبر من اضعف افلام احمد حلمي في تاريخه. رقم 2 وهو اخر فيلم لاحمد حلمي في السينما لحد النهارده هو فيلم واحد تاني. فيلم واحد تاني المفروض ان فكرته كويسه جدا وهي فكره فقدان الشغف، ولكن نلاقي ان كتابه الفكره نفسها اتكتبت باسوأ الطرق الممكنه، وكاننا هنعصرك عشان نجيب منك ضحك، حتى لو خلينا البطل ياخد لبوسه عشان الشغف يرجع له من تاني. يعني هو الشغف ما بيرجعش غير من هنا. كتابه المواقف الكوميديه في الفيلم كانها كانت بتضغط عليك اكثر من اللازم علشان بس تطلع منك ضحك. حرفيا كانوا بيعصروك بالكلام وبالمواقف وبرضه انت ما بتضحكش. وعشان فكره القصه بجد تعتبر كويسه جدا، ولكن تنفيذها السيء قوي يعتبر بالنسبه لي من اسوأ الافلام اللي قدمها احمد حلمي. ده غير برضه ان عامل العمر كان كارثه في الفيلم. اسوأ فيلم بقى بالنسبه لي في تاريخ احمد حلمي كله من وجهه نظري هو مش فيلم اصلا، لان بجد انت لو دخلت اتفرجت عليه في السينما هتخرج تقول هو انا دخلت شفت ايه. تقريبا ده الاعلان، يعني تقريبا احمد حلمي كان عامل اعلان هو ودنيا سمير غانم، والفيلم لسه هينزل قدام شويه، وهو فيلم لف ودوران اللي نزل سنه 2019. فيلم لف ودوران هو فيلم دعائي كبير جدا، بمعنى انك مش هتلاقي قصه جوه الفيلم، ولا هتلاقي احداث جوه الفيلم، ولا هتلاقي كوميديا جوه الفيلم. انت كل الحكايه انك هتلاقي مناظر جميله في مصر بتدعم السياحه، غير كده مش هتلاقي فيلم نهائي. فبرضه احنا لو جينا كمشاهدين حكمنا على فيلم لف ودوران هنحكم عنه بنظرتين. النظره الاولانيه هو انه اعلان مش فيلم، وساعتها هيبقى اعلان عبقري وتحفه بس طويل شويه. انما لو جينا حكمنا عليه على انه فيلم هيكون اسوأ فيلم عمله احمد حلمي، لدرجه ان بجد خساره الفلوس اللي اتدفعت فيه في السينما. دول كانوا بالنسبه لي اهم 5 افلام لاحمد حلمي واسوأ 5 افلام لاحمد حلمي. وليه احمد حلمي كان قبل 2007 حماده وبعد 2007 حماده تانية خالص. ومستني تقولوا لي انتوا رايكم في التعليقات عن افلام احمد حلمي اللي انا قلتها، ويا ترى في افلام تانية تخش القايمتين ولا لا. مستني رايكم في التعليقات. اشوفكم الفيديو الجاي.